السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في القناة، فيديو جديد ووصفة جديدة. حنا على أبواب رمضان الكريم، الله يدخلوا علينا بالصحة والسلامة إن شاء الله. غادي نقدم لكم واحد الشباكية حصريا على قناتي على شكل وردة. كيف ما كتشوفوا كيجي المنظر ديالها هائل، تزيني بها المائدة الرمضانية ديالك. واللي أهم أن الطريقة راها سهلة، بلا عذاب وبلا دليك وبلا تشباك. غادي نهنيك من التشباك ديال الشباكيه. كيف ما كتشوفوا كتجي الشيشه اقتصاديه رائعه في المنظر على شكل ورده. كيف ما كتشوفوا شكل جديد وشباكيه جديده، ونفس المذاق ديال الشباكيه التقليديه ديالنا، هي ما فيهاش القوام. والطريقه راها سهله جدا. نتمنى ان شاء الله تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تعرفوا على المقادير والطريقه ديال التحضير، وفرجة ممتعة. اذا بسم الله على بركه الله. اول حاجه غادي نتقاسم معكم بعجاله العسل اللي كندير انا، والطريقه اللي تندير اللي هي سهله. غادي نستعمل هنايا كيلو ديال السكر، مكعبات هكا. كنزيد عليه نصف لتر ديال الماء، ونص حامضه اولا حامضه صغيره قطعوها. صافي كنوضع الكل فوق النار، ما كنديرهاش في طنجره الضغط. بعد ما بقى كيطبخ ليا العسل، غادا نخليه حتى يتبدل ليا اللون ديالو كيف ما كتشوفوا. فقط هاد اللون ما يفوتش، هاد اللون باش ما يقصحش معاكم. صافي غادي نطفي على البوطه ونخليه يبرد او لا يبات من الاحسن. كيجي هكا ثقيل حيت الشباكيه كتبغي العسل يكون ثقيل. اذا دابا غادي ندوزو للطريقه ديال العجن الشباكيه. اذا اول حاجه عندي هنايا بالنسبه للدقيق عندي 500 غرام تقريبا او لا جوج زلافات من هاد القياس اللي وريت لكم ديال الدقيق الابيض ديال الحلويات. عندي هنايا كاس ديال الزنجلان، هو اختياري، بغيتو عملوه ما بغيتوش بلاش. انا ما حمرتوش، طحنته مزيان. عندي هنايا معلقه صغيره ديال القرفه، وعندي معلقه صغيره ديال النافع يكون مطحون مزيان، ولكن من الاحسن غربلوه باش ما يقطعش معكم شباكيه. عندي هنايا معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلويات، وعندي رويس الخميره ديال العجين، وعندي قبيصه ديال الملح. عندي هنايا كاس مع عمر كيف ما كتشوفوا بين الزبده والزيت. الزبده خليتها حتى ولا اللون ديالها هكا كيف ما كتشوفوا. زدت عليها الزيت تقريبا كاس مع عمر ديال العنبه. بعد ما وضعت المكونات كاملين كنبسبس داك الدقيق باش يدخلوا داك ليدان، وتفرست لينا داك الزنجلان مزيان. اذا بعد ما بسبسنا داك الدقيق غادي نوضع 3 ديال المعالق صغارين ديال الخل، وعندي هنايا نص كاس ديال الزهر، وضعت فيه نص ضامه ديال الزعفران حر، هو اختياري، ما بغيتوش توضعوا الخرقوم اولا الزعفران الحر. صافي ما غاديش نزرب بالماء، غادي نحاول انني ندخل داك نص كاس ديال الزهر، ومن بعد غادي نجيب الماء غير شيشات. دائما الشباكيه ما تزربوش بالماء باش ما تجيكمش العجينه رخوه وغادي تعذبكم في التشباك ديالها، ولا تكون عاوتاني قاصحه باش ما تقطعش لكم في التشباك. اذا بالنسبه للماء راني غير كنرش. غادي نوريكم شحال دخلت ديال الماء بالنسبه لهذا القياس اللي عطيتكم. فقط تجمع لينا العجينه، ما تجيناش رطبه، ما تزربوش شي بالماء، غيبقاو تجمعوا هكا. الا بان لكم خاص شي شويه رشوا فقط. صافي راه تجمعات ليا دابا، ما غاديش ندلكوها كيف ما كتشوفوا هي قاصحه. القياس ديال الماء هو نص كاس اللي زدت، نص كاس ديال الماء زهر ونص كاس ديال الماء. صافي جمعوها هكا. غادي نجيب دابا البلاستيك الغذائي. بالنسبه للزبده ما قلت لكم شنو استعملت، ديال التوريق، الزبده ديال التوريق ماشي ديال العبار، ماشي ضروري تكون ديال العبار. صافي خليتها تقريبا واحد 10 دقائق ماشي بزاف، على ما جمعت الطاوله فين نشكل الشباكيه. قطعتها على 4 كيف ما كتشوفوا، راه قصحت ديك الزبده مع ديال التوريق، قصحت في العجينه. بالنسبه لهاد الطريقه الا كنتو غادي غتورقوا بالماكينه ديال الشباكيه، ديروا هاد الطريقه غير باش تسهل علينا اننا نقسموها على النص ويجيونا الاشرطه مقادين. الا كنتو غتستعملوا غير الدلاك ما ديروش هاد الطريقه، دلكوا نيشان بلا ما تشكلوها هكا على شكل ظرف. اذا بعد ما شكلتهم غادي نغطيهم باش ما تقصحش ليا العجينه، وغادي ندوزو نورقوا الشباكيه ديالنا. انا غادي نستعمل الماكينه، كتسهل شي شويه وكتجيب القياس ديال الشباكيه قياس واحد.
ماشي بحال المدلك، شي غيجيك غليظ شي غيجيك رقيق. اذا دوزتها في المره الاولى على في الربعه، رقم 4، ودابا غادي ندوزها في رقم 8 باش تجيني رقيقه. بالنسبه للقياس ديال الغول ديال الشباكيه كيبقى على حساب اختياركم، ولكن كنظن ان 8 هذاك هو القياس. صافي بعد ما نشكلوها على هذا الشكل هذا، كنقطعها بالجراره باش غادي نشكل اشرطه طوالين كيف ما غادي تشوفوا، يكون العرض ديالهم تقريبا واحد 2 سنتيم. صافي غادي نقطعها هكا. الطريقه راها سهله بالنسبه للبنات اللي ما تصدقش معاهم شباكيه في التشباك. انا غنيتك بنت شباك ان شاء الله غادي تجيك هذه الطريقه سهله. كما كتشوفوا السنينات فقط، ما كنضربوش الشريط كامل، وانما كنوضعوا سنينات هكا كنفلحوهم في الجناب، ومن بعد غادي نبداو نروليو ديك هكا ديك الوريضه. بالنسبه لها كاين الا بغيتو تكون صغيره غتحبسوا وتقطعوا، والا بغيتو تجيكم كبيره غادي تستمروا القياس اللي بغيتو غادي تحبسوا فيه. اذا انا غادي نخليهم شي شويه كبارين كيف ما كتشوفوا. صافي بالنسبه لهذا اللي كيبقى لينا غادي نبركوا عليه مزيان هكا باش يتسد، باش ما تحلش لينا في المقله. ومن بعد غادي نبدا نحل الوريضه ديالي. كتشوفوا الشكل كيجي رائع وراقي في نفس الوقت. اذا غادي نستمر. دائما كنضربوا غير الحريفات كيف ما قلت لكم، ماشي الشريط كامل، غير النص ديال الشريط اللي كنضربوا. نتمنى الفكره تكون وصلت. صافي وكنبدا نجمع على هذه الطريقه. وبالنسبه للوريضه الا بغيتها تكون صغيره راه غادي نقطع في النص، بغيتها تكون كبيره غادي نستمر. صافي وغادي ناخذوا داك الحريفه اللي كيبقى لينا كنلصقوه مزيان، ومن بعد نبقاو نحلو دوك الوريقات. طريقه سهله جدا وشباكيه جديده في المنظر، وتزينوا بها ان شاء الله المائده ديالكم. اذا غندي ندير واحده اخرى. نتمنى ان شاء الله تجيكم بطريقه سهله. الا بقيتو كدوروا هكا وشي حريف قطعتوه بالجراره ماشي مشكل، غير زيدوا دوروا. صافي دائما داك الرويس اللي تيبقى لينا لصقوه مزيان مزيان ضروري باش ما يتحلش لكم في المقله. صافي كما كتشوفوا الطريقه راها سهله. وبالنسبه للشكل راه ما كيتبدلش نهائيا على الشكل اللي وجدتوه بها، كتبقى هكا وريضه شاده لا فورم ديالها والشكل ديالها. صافي كنظن راه الشكل ديالها راه باين لكم كيفاش كيجي، والطريقه راها وصلت. اذا غادي نستمر نكمل كاع الشباكيه ديالي، ومن بعد غادي ندوز نقليها. بالنسبه للقليان الا كنتو باغيين تبيتوها حتى لغد ليه ما توضعوش فيها داكشي شويه الخميره اللي وضعت، وإلا كنتو غادي تقليوها في نفس النهار ماشي مشكل وضعوا فيها الخميره. بالنسبه لي انا راني شكلتها في العشيه وقليتها في الليل، ما طرا لها حتى شي حاجه، حيتاش القياس ديال الخميره راكم شفتوه راه قليل. الا كنتو غادي تبيتوها ما توضعوش الخميره نهائيا. اذا دابا غادي نجيب العسل اللي وجدنا من قبل نحطوه جانبا، ووضعت المقله تسخن فيها الزيت. غادي نوضع الشباكيه ديالتنا كيف ما كتشوفوا الحراره متوسطه. غادي نحاول انني نغطس ديك الشباكيه مزيان، ما تكونش الزيت قليله بزاف، خصها شويه تجي هكا شويه غارقه شباكيه في الزيت. كيف ما غادي تشوفوا ما غاديش تشرب لينا الزيت. القياس اللي وضعناه غادي نقليو فيه الشباكيه كامله. صافي كيف ما كتشوفوا كنحاول انني نطلع عليها ما تفوتوش فيها الطياب، غير تبان لينا كتحمر من التحت نحاولوا اننا نقلبوها غير بشويه وحده بوحده. كيف ما غادي تشوفوا كنقلبوها على الجهه الفوقانيه باش تجينا محمره كامله ونفس اللون. كيف ما كتشوفوا بقات لينا في الشكل ديالها، ما تنفخاتش ما تحلاتش ما حتى حاجه. تبعوا فقط المراحل اللي عطيتكم والطريقه غادي تنجح معكم 100%. كيف ما كتشوفوا اللون كيجي موحد
حيت العافيه راها متوسطه ماشي مجهده. بالنسبه ملي ديروا هكا تسقطروها مزيان 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 ولوحوها مباشره في العسل، ولكن غير بشويه عليها، ما تخلطوها شيء باش ما يتفرستوش معكم دوك الوريقات. فقط هزوا العسل هكا على هذا الشكل وتبقاو توضعوه فوق الشباكيه غير بشويه، غير بالخاطر ما ترونوهاش باش ما تخسرش معكم. اذا غادي نخليها وغادي نوضع القليه الثانيه على ما تشرب ليا العسل. اذا كيف ما كتشوفوا الزيت راه ما سخوناش بزاف، حيت فاش كنحيدها نسقطرها كنقص البوطه بحال غطفى الزيت، بحال غطفى البوطه باش ما كتحرقش لينا ديك الشباكيه ملي كنوضعها دغيا دغيا وتبقى لينا من الداخل رطبه. اذا كيف ما كتشوفوا كتبدا لينا تحمر من التحت، كنبدا نقلبها على الوجه ديالها وكطيب لينا على خاطرها، ما كتبقاش لينا معجنه من الداخل ومحمره على برا. كتجي رائعه هاد الشباكيه. نتمنى ان شاء الله تتبعوا المراحل اللي عطيتكم بالنسبه للمبتدئات وغادي تنجح معكم 100%، خصوصا ان الشباكيه ضروريه في المائده الرمضانيه وضروري تقدم مع الحريره. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال الشباكيه ديالنا اللي كتجي على شكل ورده او زهره، شكل جديد ومذاق اروع. كتجي رائعه في المنظر وراقيه جدا، غادي تزيني بها المائده الرمضانيه ديالتك ان شاء الله. غادي نفرق معكم وحده باش تشوفوا كي كتجي من الداخل، كتجي معلكه رائعه، واخا ما وضعناش فيها صفر البيض جات معلكه، كتجي هشيشه رائعه في المذاق وفي المنظر. بالنسبه لهذه اللي كنقسم معكم راها بايته، حيت انا قليتها في الليل وفي الصباح عاد صورتها معكم. كيف ما كتشوفوا ما تبدلات ما تغيرات، شاربه العسل. خليوها تستقطر مزيان مزيان مزيان، تبات كاع ماشي مشكل الا قليتوها بالليل. وفي الصباح ستفوها هكا في طبيصات وفرقوها بالسلوفان اولا بالبلاستيك الغذائي باش ما تلصقش لكم، واحتفظوا بها في المجمد كتبقى الفتره طويله. اذا وصلنا لاخر الفيديو، ما تنساوش الى عجبكم الفيديو اللايك والاشتراك في القناه اللي مازال ما اشترك باش تكبر ان شاء الله القناه، ودائما كنجيب لكم الجديد. نتمنى ان شاء الله تقدروا هذا المجهود اللي تنعمله. اذا الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله، ورمضان كريم.